أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صلى على النبي يا حاج محمد. صلى على الله. ما تصنش علينا قوي كده وانت جاي نستنى. صلى على رسول الله. صلى على مليون الله. انت تعرف تتكلم واحنا بنقرا مش كده والله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله يفتح عليك ويعينك ويرد عليك الايام بخير يا رب. يديك الصحه يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد.
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن واحفظنا ببركة القرآن واسترنا ببركة القرآن وشفع فينا القرآن واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا يا كريم.
واغفر لفقيدنا ببركة القرآن، ونور قبره ببركة القرآن، واجعله روضة من رياض الجنان ببركة القرآن، وأسكنه فسيح الجنان ببركة القرآن، وألحقنا به على الإيمان غير خزايا ولا مفتونين ببركة القرآن الكريم. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين مع النبيين والمرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ختمت هذه الليلة القرآنية الكبرى بصوت قرآن الفجر والجمعة وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي فضيلة العلم الإذاعي الكبير القارئ الولي الشيخ محمد أحمد بسيون، شاكرا الهندسة الصوتية والشركة الكهربائية الكبرى العالمية، أفخم محطات ديزل الكبرى أولاد المرحوم الحاج مسعد عبد الحي، إدارة المهندس كمال مسعد عبد الحي والمهندس محمد طارق مسعد المقيمين بمنة البندرة، قصر الضيافة المتنقلة، قصر الضيافة المنظم على أكمل وجه، وصاحب الحاج محمد عيد إدارة المهندس هاني محمد عيد المقيم بقرية أبو الجهور مركز الصمت. خدمات فندقية ممتازة متر صلاح أبو التركي المقيم محلة روح. انتظروا التلاوة على قناة العالمي المهندس أحمد أبو داود. أسرة الفقيد الراحل والعائلة فيهم شاكرين جميعا لكل القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية، أعضاء مجلس النواب وعمد ومشايخ القرى المجاورة. هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله.